بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. غبت عنكم يومين، كانوا في الشتاء وصعبين بصراحة، وهل علينا أيام حلوة وجميلة، ولقيت الناس كلها على النت خلاص بتستعد لرمضان وخلاص. الأيام قليلة ويهل علينا شهر رجب على خير يا رب إن شاء الله. فلقيت بقى نفسيتي كده ايه مع الشتاء والكسل والقعدة بقى. وبصوا البهدلة بقى اللي في البيت فيها. بصوا البيت وصل لحالة مزرية يعني. فقلت لا، مش هسيب نفسي كده بقى. والغسيل طبعا اللي كل شكو يعني هو بيتبل، هو ما احنا بنشره يتبل مش ينشف. فكنت منشرة، انتوا شفتوا بقى في اول الفيديو كنت منشرة جوه في البيت يعني. فقلت لا، ما بدهاش بقى، يلا بينا نشمر ايدينا كده ونسمي الله ونبتدي بقى ننظم حاجة حاجة. دخلنا على المطبخ، بصوا انتوا شفتوا طبعا المنظر كان عامل ازاي. اكياس بقى والبرطمانات دي، لا البرطمانات دي كنز كنز. هجيب لكم، هعمل لكم فيديو، محضره لكم فيديو البرطمانات ديت، استنوه استنوه بجد يعني. فرتبت الدنيا كده وقلت المواعين بقى ايه اسيبها شويه، وقلت لازم اعمل حركه تنقلات كده في البيت عشان احس براحه نفسيه شويه واطلع من مود الكسل اللي انا فيه. طبعا كلنا بيجي علينا الايام دي. فقلت يلا بقى ايه. كان يعني الصبح مش بدري قوي، كانت الساعة تقريبا 9. فقلت ايه يلا بقى اشمر كده وهنعمل قعدة الشتوية. الشتا ده عايز دفى وأوضة صغننة كده محندقة في القعدة. فقلت بس ما بدهاش، يلا بقى ايه ننقل كده في البيت شوية ونجدد حتى كمان عشان عينينا تحس بتغيير وتحس في بهجة في البيت شوية كده. آم، فقلت يلا يا ترى بقى تتوقعوا ان انا هعمل ايه؟ يعني حاولوا تخمنوا كده في اول فيديو انتوا لسه بتتفرجوا انا هنقل الدنيا هغيرها ازاي. بدأت بقى بالشبابيك كده، وبصراحة كان جوزي بيساعدني برضو يعني، بس هو في الاول ما كانش عاجبه الموضوع. هو عشان كان يوم اجازته فانا استغليت اليوم. كان يوم اجازته فانا استغليت الفرصة وقلت بس يلا عشان يساعدني بقى ويشيل معايا وكده. بصراحة يعني ربنا يا رب يخليهولي كده ويديله الصحة يا رب. اهو كان واقف بقى عمال يقول لي انت هتعملي ايه وعايزة تعملي ايه. واول ما عرف ان انا بصور راح سابني ودخل. بس ولقيت بقى طبعا انتوا عارفين ولادي سنهم قد ايه، فلقيتهم بقى مظبطين ورا الكنب بقى وورا النيش وحاجات كده غريبة بقى. ولعب طبعا، الارض كانت مليانة اللعب الصغيرة اللي هي بتطلع لهم في الكندر ايج ديت بتظبط الدنيا يعني. بصوا هنا كنت انا بقى ايه، انا شلت النيش من مكانه والكنبه اهو رافعاه فوق. جبت المكان تحت الشباك. لا هو مش هيفضل تحت الشباك برضه، حاولوا تتوقعوا كده انا عملت ايه يعني. دي اوضه الاولاد، بصوا بقى الدنيا كانت فوق بعض. هنا بقى غيرت، جبت السفرة هنا والتلاجة طلعتها من اوضه الولاد، لانها معرفش هما من لعبهم فيها كانت بدأت تعمل صوت غريب كده. طلعت النيش بره تاني. النيش ده بيبقى بجد محتار معايا يعني تعب معايا والله العظيم. شوية احطه جوه شوية اطلعه تاني بره. في الاول خالص اول ما جيت الشقة دي كنت حاطاه بره خالص، بره عند باب الشقة كده مع مكان الصالون. هنا كنت شغلت الغسالة اهو. كان طبعا عندي جبل غسيل فبدأت اشغل اهو. بصوا فوق بدأت افضي بقى الباسكت شوية شوية مش قوي. ده كان غسيل، اللي على السرير ده غسيل برضه. فانا طبعا الولاد بقى ما صدقوا بقى. ده ابني بينادي عليا عشان انا اتسحبت كده من وراهم عشان اعمل المونتاج بتاع الفيديو، بيدوروا عليا. بصوا بقى خلصنا. و يعني حطيت الزحليقة بتاعت الولاد واللعب بتاعتهم كده قفلتها عشان ما يبهدلوش بيها الدنيا، لان الزحليقة دي كانوا بيحطوها في كل حتة شوية. فقفلتها لهم كده، شلت بقى الستاير كمان عشان اغسلها.
وأزايز المَيّة شايفين الإزازة الكبيرة اللي على جنب دي، هاعمل لكم بيها مفاجأة مفاجأة يعني. استنوا بقى الفيديوهات اللي جاية كمان جامدة. هنا خلّصت خالص أهو، والحاجة اللي فوق التلاجة بقى خلاص شيلناها، ما كانش في غير بس إزازة المطهّر دي، الحمد لله يعني، والحمد لله تمِّت على خير كده خلّصنا برّه. دخلنا المطبخ بقى، قُلت إيه يعني أريّح شوية كمان عشان أعمل الأكل، فقُلت إيه حطيت الأكل على النار، وبعدين قُلت بقى إيه أغسل المواعين بالمرّة يعني كده عقبال ما الأكل يستوي. كانت المواعين طبعًا أنتم شُفتوا المنظر كان عامل إزاي، كان جبال يعني. طبعًا في خلال الوقت ده كانوا الولاد بقى كل شوية داخلين المطبخ، طالعين المطبخ، بس الحمد لله أنا أمّا يعني عشان جوزي كمان كان موجود، فكان حاكمهم شوية إن هُم يفضلوا قاعدين معاه أكتر الوقت يعني، فده بصراحة كان فرصة ليّا إن أنا أعمل كل الحاجات اللي أنا عملتها وهو موجود. ربنا يا رب كده يخلّيه لينا وما يحرمناش منه أبدًا يا رب، ويدّي له الصحة والعافية ويقدّره كده يا رب على الحمل اللي هو شايله، ويوسّع عليه كده يا رب ويرزقه برزقنا. يا اللهم آمين يا رب، ويرزقنا جميعًا يا رب. وكل اللي بيتعب وبيحاول إن هو يعمل حاجة عشان ولاده أو عشان يحسّن معيشته وعشان يعمل كمان خير يعني نلاقي كمان حاجة تقعد لنا في الآخرة إن شاء الله. يا رب كده ربنا يوسّع علينا كلّنا يا رب ويرزقنا ويبارك لنا في الرزق اللي بيديه لنا يا رب، ويدينا نعمة كمان الرضا، لإن دي نعمة كبيرة بجد يعني إن الواحد يرضى باللي ربنا كاتبه له، ونتأكد 100% إن رزقنا مكتوب ومش هناخد أكتر منه ولا أقل منه، وربنا بيدينا الحاجة اللي تنفعنا في وقتها. فكلنا نقول الحمد لله على كل شيء، والحمد لله معانا، الحمد لله معناش، الحمد لله على كل حال بنمُر بيه، إن ده من عند ربنا، وربنا يا رب كده يرزقنا دايمًا الخير يا رب مكان ما نروح. نحاول كده بقى إيه وإحنا بنغسل مواعين كده بقى إيه، نستغفر شوية، نحمد ربنا شوية. يعني على ساعات أوقات كتير بنسهى شوية وبنلاقي نفسنا كده بنغني وبندندن حاجات كده في ودانا بتبقى مثلًا سمعناها أو كده، وأغاني حلوة بنحبها، ما فيش مانع برضه مش مشكلة، بس يعني أكتر الأوقات كده إيه نذكر الله كده ونسبّح شوية، نعوّد لساننا على ذكر الله، دي طبعًا حاجة كويسة وحاجة حلوة أوي. بتخلّي يومنا يبقى فيه بركة، والحاجة اللي بنعملها تبقى فيها بركة وما نحسّش بيها، لو حاجة فيها تعب يعني ومجهود ما نحسّش بيها وما نحسّش بتعبها، ولو بنعمل أكل تلاقي فيه بركة وبيزيد، لو بننضّف يعني تلاقي ربنا مدّينا القوة والعافية عشان نكمّل اللي إحنا بنعمله والمجهود اللي إحنا بنعمله. وسبحان الله يعني ربنا بيدّي الصحة لكل واحد على قد الحِمل اللي عنده بالضبط، يعني بجد ربنا بيعين كل واحد على قد الحِمل بتاعه. آمم، وربنا كده يا رب يدّينا الصحة والعافية ويشفي كل مريض، اللهم آمين يا رب، وما يكتبش على حد المرض أبدًا. آمم، طبعًا ما فيش اعتراض على قضاء ربنا خالص يعني، نقول الحمد لله على كل شيء، بس نتمنى من ربنا إنه يدّينا الصحة ويتوفانا وإحنا كده واقفين على رجلينا، ما حدش يتّقل مننا خالص ولا حد يتعب عشان خاطر يخدمنا. أي نعم كتير بيبقى عايزين نشوف غلاوتنا عند الناس، بس نشوف غلاوتنا في الفرح وفي الهنا يا رب كده، ما يختبرناش في مرض لا لينا ولا ولادنا، لإن يعني أنا بصراحة عن نفسي مش قد الاختبار ده، إني جرّبته في أمي وأبويا الله يرحمهم، ويعني لسه نفسيًا برضه الواحد بيبقى متأذي شوية، بس الحمد لله. خلّصت يعني باحاول إن أنا إيه ما عشان ما أملِّش من الحاجة، خلّصت شوية مواعين وبعدين روّقت أوضة النوم، وبعدين نضّفت أوضة الولاد أهي الحمد لله، عشان هُم يبهدلوها تاني طبعًا. ده أكيد يعني ما بتفضلش على حالها، بس الحمد لله عشان برضه إيه، يبقوا هُم عينيهم متعوّدة دايمًا إنّهم قاعدين في مكان نضيف، فلمّا يكبروا، يكبروا على كده، ويبقوا بيحبّوا النضافة هُم كمان، ويحافظوا على المكان نضيف زي ما هو. لكن لو سِبنا المكان متبهدل واتعوّدوا إن المكان اللي قاعدين فيه دايمًا متبهدل،
بتلاقيهم هم كمان يكبروا على كده، ويبقى بالنسبة لهم النضافة دي حاجة ثانوية يعني مش حاجة أساسية. لكن عشان نعوّد ولادنا إن هم ينضفوا معانا ويساعدونا، لازم يتعودوا مننا أصلًا ومن هم صغيرين إن إحنا دايمًا بننضف. بعد ما خلّصت بقى كده والحمد لله يعني، آمم، قُلت أعمل لهم شوية قُرَص كده، فعجنتهم عقبال ما أكمّل المطبخ، تنضيف المطبخ، وسِبتهم يخمروا، و بعدين قُلت بقى أقرّصهم كده وأسيبهم شوية كمان يخمروا في الصينية، وبعدين أسوّيهم، عشان نتعشى بيهم بقى بعد ما أخلّص بقية المطبخ. هنا كان فاضل لي بس المطبخ الحمام تنضيفة سريعة كده، وأبقى خلّصت وأقعد معاهم الحمد لله يعني على خير إن شاء الله. كنت عاملة حشوتين، عملت واحدة بالجبنة وواحدة بالسكر والقرفة. أنا باحب بصراحة طعم القرفة، طبعًا كلّكم عارفين، الناس اللي بتتابعني عارفة إن أنا باحب طعم القرفة أوي في أي حاجة، في أي أكل، فعملت حشوة القُرَص ديّة اللي هي حلوة يعني وحادق بالجبنة، جبنة عادية خالص يعني جبنة دومتي عادية. هتشوفوها برضه دلوقتي. أنا قُلت أخلّص الكمية اللي هي بالقرفة الأول كلّها، وبعدين أعمل اللي بالجبنة أهي. بصوا من العلبة باخد حتّة ما حبّشتهاش حتى ولا حاجة. يعني في ناس بتحب تحبّشها، ممكن تحط لها زعتر، ممكن تقطّع عليها قرن فلفل، تحط لها زيتون، برضه هتبقى حلوة أوي. ودي عجينة القرص الطرية اللي هي العادية خالص، عملتها بنُص كيلو دقيق، ده نُص كيلو دقيق الكمية دي كلّها، ما شاء الله يعني كانت بنُص كيلو دقيق بس. حطيت عليه معلقة خميرة و رشة كده baking powder وشوية معلقتين سكر و ذرة ملح وربع كوباية سمنة، دعكتهم بالسمنة عشان تبقى طرية شوية، وبعدين كوباية مَيّة دافية، وبننزل بالمَيّة شوية، شوية على العجينة لحد لمّا نشوف هي هتاخد معانا مَيّة قد إيه، تبقى ملمس العجينة طري وفي نفس الوقت لمِّت ما بتلزقش. نبتدي بقى نسيبها تخمر، ولمّا بعد ما تخمر نقرّصها بقى، ممكن نسيبها سادة خالص، ممكن نحشيها زي ما إحنا عايزين، وهتشوفوا دلوقتي لمّا هتستوي هتبقى عاملة إزاي، بجد تحفة. تنفع عشوة سريعة، فطار مع كوباية شاي بلبن كده في الجو اللي إحنا فيه، نقنقة بقى كمان ما بين الوجبات يعني، طبعًا الشتا كلنا عارفين إنه بيجوّع، ومش عايزة أقول لكم بيبقى الواحد بييجي بالليل بقى بيدوّر كده على أي حاجة ياكلها يعني. فدي بصراحة مُنقذة يعني، ما بتاخدش وقت، وأنا قُلت لكم أهو أنا عجنتهم عقبال بس ما خلّصت شوية التنضيفات اللي كنت باعملها، وما بياخدوش وقت خالص يعني يا دوب بس هو وقت الخمران، والتقريص بتاعهم سهل وسريع، وسواهم كمان أنا حطيتهم في الرف اللي في النُص في الفرن، فرن عالي، يعني ولّعت الفرن من قبلها بشوية وسِبته يسخن وحطيتهم في الرف اللي في النُص، مش تحت عشان ما يتلسعوش وعشان ما يبقوش كمان نيّين من جوّه، بتحطّهم في النُص بيستووا، بياخدوا تقريبًا ما فيش 10 دقايق يعني بتكون اتحمّرت، وطبعًا عشان كمان هي عالية عن الأرضية بتاعة الفرن فبتاخد لون كمان. و بالهنا والشفا تجرّبوهم إن شاء الله كده يعجبوكم كمان، والّا هانزّل لكم الطريقة بالتفصيل إن شاء الله في فيديو جاي، وأعملها لكم بكذا حشوة، ونعملها كمان نعمل كمان معاها المعمول إن شاء الله. والدنيا بقى يعني الحشوة لذيذة خالص. بُصّوا أنا بالمعلقة وباخد حتّة من قلب العلبة كده، وأقفل عليها كده وأبطّطها، وهاسيبهم كمان يهدوا شوية، وبعدين هارجع أبطّطهم تاني لإنّهم يعني أنا هاسيبهم يخمروا كمان شوية في الصواني. بُصّوا بقى الكمية بنُص كيلو دي عملنا كل الكمية ما شاء الله دي. بيبقى الولاد كمان سهل عليهم إن هُم لو جاعوا في أي وقت ياخدوا منها وياكلوا، عقبال مثلًا أكون باحضّر لسه الأكل ما خلصش على النار. بُصّوا بقى اللون، لون تحفة بجد ما شاء الله يعني، أخدت لون من تحت ومن فوق، وهي على الرف أنا ما ولّعتش الشواية ولا حاجة، يا دوب ولّعت الفرن من تحت بس. مش عايزة أقول لكم بقى بُصّوا طريّة، هي كانت سخنة هنا فما عرفتش أمسكها عشان أورّيكم ملمسها عامل إزاي، بس مش عايزة أقول لكم بقى على الريحة كمان كانت مفحفحة في البيت كلّه. يعني اللي يشم الريحة هيتشجّع إن هو يعمل كده. بُصّوا بقى الكمية دي كلّها من نُص كيلو دقيق بس، حاجة كده بجد تحفة يعني. الفيديو لسه ما خلصش، أنا لسه هاعمل حاجات تانية هتشوفوها.
عشان الناس اللي بتزهق بقى من الفيديوهات، أنا واحدة من الناس برضه ما باكمّلش الفيديو للآخر، لكن استنوا شوفوا بقية الفيديو هيعجبكم إن شاء الله، وما تنسوش تدعموني ولايك حلوة، دعوة جميلة، كومنت لطيف، بجد بيفرحني أوي لمّا باشوف كومنت من حد بيتابعني وبيعجبه الفيديو، مش عايزة أقول لكم بجد الإحساس ده روعة، بيفرّح جدًا، فما تستكتروش عليَّ الفرحة كده، ربنا يفرحنا جميعًا يا رب، ويفرحكم أنتم كمان يا رب إن شاء الله. وطبعًا share بقى عشان كمان الناس اللي ما بتوصلّهاش الفيديوهات توصل لها، لو عجبكم يعني الفيديو. آمم، شايفين بقى بُصّوا جميلة إزاي وطرية، ومن جوّه بقى هشة، وسواها كان بصراحة مِيّة، مِيّة يعني ممتاز، كانت مقرمشة سِنّة من برّه وطرية من جوّه كده، وبُصّوا، بُصّوا بتدوب بجد يعني، ما أخدتش يعتبر ما اتكلفتش حاجة. ربع كوباية سمنة يعني حبة صغنّنين خالص، وعايزة أقول لكم كمان إن طعمها جميل، 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 يعني أنا أول ما بيطلعوا من الفرن كده باسيبهم يهدوا شوية بس، بُصّوا بقى الوش كمان مقرمش إزاي، وطبقة تحسّي إن هي طبقة رقيّقة ومن جوّه طرية كده وجميلة، وحشوة القرفة طبعًا كان طعمها تحفة، 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 وعبيتهم أنا على طول في العلبة وهُم سخنين، أدي اللي بالجبنة كمان أهي. بُصّوا أنا باورّيكم هي جوّه من جوّه طرية إزاي، والجبنة طبعًا كانت لسه سخنة، فنقدر نحط لها بقى شوية زعتر زي ما قُلت لكم أو قرن فلفل، زيتون، ممكن نحشيها بسطرمة، نحشيها بأي حشوة تعجبكم، بتبقى بجد جميلة. وبعد ما خلّصنا خالص بقى وكانت بجد خلاص كنت تعبانة جدًا، خلاص بقى عملت كوبايتين ينسون حلوين كده وحبّة فشار. قُلنا بقى فيلم حلو كده ونتفرّج عليه كُلّنا مع بطانية بقى كده على في أوضة الولاد، في قعدة دافية حلوة، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك ها. السلام عليكم ورحمة الله.